السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أميرة، وحلقة متميزة جدا جدا جدا. ليه متميزة جدا جدا؟ عشان أطفالنا الحلوين وعشان كبار برضو، بس أكتر شوية عشان الأطفال. أنا النهاردة جاية أعمل إيه؟ أنا جاية أعمل الناجتس اللي بنروحوا نشتروها. مش عايزه اقول السعر، بس هي غاليه واطفالنا بيحبوها واحنا ككبار كمان بنحبوها جدا. انا هعملها لكم بابسط حاجه عندك. مش هخليكي يعني تكلفي نفسك ولا تجيبي اي حاجه من بره، بمقادير بسيطه جدا. ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم ونقول مقاديرنا. بصوا بقى، اولا انا معايا هنا نص صدور فراخ، انا مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. جبتها وقطعتها خلاص كده. النص معاه ده التوست، شرايح التوست. انا معايا النص بياخد 4 شرايح، لو انت عامله ربع هتاخدي شريحتين. خلاص انا معايا 4 من التوست. تمام. معايا هنا التوابل بتاعتي ايه؟ معايا فلفل اسود معلقه صغيره، معلقه توم بودره، بصل بودره، بابريكا برضو معلقه صغيره، رشه جوز الطيبه، معلقه كده محترمه، زنجبيل مطحون فريش. خلاص. وهنا دي 7 بهارات حتى منها برضو معلقه كده. تمام. ومعايا هنا معلقه من الكاتشب ومعلقه من المستردة. خلاص. وهنا مكعب مرقه، معايا معلقه. بصوا بقى، ده التست بتاعي الزياده اللي هيفرق جدا جدا معاكي في الناجتس، اللي هو ايه؟ معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من النشا. ليه النشا؟ عشان تخلي حجمه زي ما هو، تخليه حلو من غير مكونات اللي بتتحط في المصانع وحاجات كده. فالنشا معادل شويه للحاجات دي، والبيكنج باودر نفس الطريقه. مش بيحسسك ان هي مكتومه كده، لا بيخليها حلوه كده، وان شاء الله هيعجبكم. انا هعمل ايه؟ انا معايا اول حاجه هشيل الحروف بتاعتي دي. خلاص انا هشيلها كده كلها وهوريها لكم. انا هنا قطعت اهوت الحروف بتاعت التوست معايا وحطيتها في الكبه وهضربها. خلاص هضربها واوريكم تبقى عامله ازاي. بصوا هو ده المطلوب، بصوا عامل ازاي، هو ده المطلوب معايا. تاني خطوه هعمل ايه؟ انا هفرم البانيه معايا. خلاص صدور الفراخ انا هفرمها برضو واوريكم. انا هنا بصوا فرمت اهو صدور الفراخ معايا. انزل بقى بالبهارات بتاعتي كلها، اللي هو الجنزبيل الفريش المطحون ومعلقه صغيره من 7 بهارات. طبعا احنا كل البهارات اتكلمت عليها اهو وعرفتوها. خلاص. هنزل بمكعب المرقه والبيكنج باودر ومعلقه من النشا. خلاص شايفين كل المكونات قدامكم اهو، وهضربها ضربه كمان وهوريكم. حبايبي بصوا دي كده انا فرمت كله مع بعض اهوت. انا هنزل هنا بالتوست بتاعي اللي انا فرمته وهقلبها وهرجعها تاني على الكبه، التوست يتضرب تاني. خلاص اهو زي ما انتم شايفين كده، وهضربها بقى كمان ضربه كده واوريكم هنعمله ايه. بصوا كده انا خلصت فرن. انا فرمتها مره التوست لوحده، وبعد كده الفراخ لوحديها، صدور الفراخ، وبعدين خلطت الاتنين مع بعض ورجعت ضربتهم تاني. خلاص انا كده خلصت فرن. انا هعمل ايه؟ انا عندي الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين، انا حاطه فيها كيس هنا كده فرشاه في قعر الصينيه. هحط شويه من الزيت هنا كده. خلاص. وهفضيها هنا كده. بس
بس وهحط شويه زيت على ايدي عشان تبقى سهله ان انا ايه افردها. خلاص، وانا هفردها واوريها لكم. بصوا انا كده فردتها زي ما انتم شايفين اهي قدامكم. خلاص، هقطعها. انا قطعت اهو، يعني زي ما انت تحبي. انا هقطعها مكعبات كده. خلاص، بعد كده هعمل ايه؟ هغطيها واحطها ساعتين كده في الفريزر. ماشي. طبعا التقطيعه اللي تريحك انتي، السمك برضو اللي يناسبك، يعني ما تبقيش مقيده بيا. يعني لما تشوفيني ان انا بعمل حاجه ما تقيديش بيا ان هي عامله نص، لا انا هعمل نص. لا، عايزه تعملي ربع اعملي ربع صدور فراخ براحتك. عايزه تعملي كيلو اعملي برضو، تمام، بس بنفس المقادير. يعني انا حطيت معلقه صغيره مثلا على نص كيلو، لا انتي حطي بقى معلقه كبيره او معلقتين صغيرين. انا خلاص كده قطعت الناجتس معايا. هغطيها وهحطها في الفريزر، وبعدين اطلعها ساعه القلي. هطلعها اعمل ايه هوريكم طبعا انا هعمل ايه بيها بعد ما اطلعها. خلاص، انتظروني. انا هنا خرجت الناجتس بتاعي بعد ساعتين من الفريزر. خلاص، الغلاف بتاعه هيبقى ايه معايا؟ انا معايا هنا فيجيتار، ومعايا دي، ومعايا بيضتين، ومعايا الكورن فليكس. اهو كيس كورن فليكس، كيسين كورن فليكس زي ما تحبي. انا هضربهم وهخلطهم على الفيجيتار. ماشي. انا ضربت الكورن فليكس، هخلطه بقى هنا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، معايا هنا البيضتين، هرش بس عليهم رشه فلفل اسود واخفقهم كده. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خرجت اهو مكعب الناجتس. اول حاجه هنزل بيه هنا على الدقيق بتاعي، هغلفه كده بدقيق اهو. وعندي صينيه هرص فيها، وهطلع تاني مكعب قدامكم اهو. هغلفه برضو بالدقيق، وهغلف كل الكميه بتاعتي اهوت من الجناب ومن كل حته، وهوريكم تاني خطوه تبقى ايه. بصوا انا غلفت كل الناجتس معايا، قطع الناجتس اهي معايا. هعمل ايه؟ هنزل بالبيض كده. الخطوه الجايه هنزل بالقطعه كده في البيض، واطلع القطعه بتاعتي كده واحطها هنا. خلاص اهي. خلاص تمام، شايفينها قدامكم عامله ازاي. وعندي طبق هنا حاطه فيه كيسه. مش عايزه تحطي كيسه براحتك، بس انا حاطه فيه كيسه لان انا عشان الكميه هتبقى على بعضيها بدل ما اعمل كذا طبق. يعني هنزل التاني كده اهو قدامكم كده اهو، واغلفها هنا اهو. خلاص، انا هخلص كل الكميه بتاعتي واوريها لكم. انا هنا غلفت كل قطع الناجتس بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده، ما شاء الله حلوه اهي. انا هوريكم قطعه بس كده اهي بعد ما اتغلفت زي الفل. خلاص، انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هدخلها الفريزر، ومش هنزل في الزيت الا لما تكون القطعه معايا متلجه، ما تكونش طريه. خلاص، يعني انا هنزل بيها في الزيت وهي متلجه. انا هدخلها على الفريزر، وان شاء الله وانا بقليها هوريكم هنعمل ايه. مش هتندموا لو جربتوها، هتدعولي ان شاء الله، لان هي حلوه جدا 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 واحسن من اللي بره. واتمنى منكم بقى يعني اللي مشتركش يشترك،
وما تنسونوش في لايك حلو زيكم. واي حاجه سيبولي في كومنت وانا هرد عليكم. استنوني بقى. انا هنا خرجت الناجتس معايا من الفريزر. بصوا القطعه متماسكه اهي. تمام. عندي الزيت بتاعي اهوت، لازم يكون زيت غزير كده ويكون سخن، واول ما هنزل بيه يعني دقيقه واحده كده واقوم موطيه عليه. خلاص انا هنزل اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تقريبا عدى دقيقه اهو. انا هوطي وبعدين بعد دقيقه او دقيقتين هقوم معليه تاني. خلاص عشان بس يستوي من جوه. هو ده اللون اللي انا عايزاه. خلاص انا هطلعها دلوقتي وهكمل بقيه الكميه بتاعتي واوريكم. الناجتس بتاعي اهو شايفينها، احلى قطع ناجتس تعمليها في بيتك انتي. خلاص وانا مقدماها هنا مع بطاطس مع توميه حار وتوميه بارده وكاتشب وخيار وعيش. الغدا يفتح النفس جدا. اتفضلوا معانا